أبطال تالتة إعدادي، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ حل تدريبات أول درس تاريخ مصر بين المماليك والعثمانيين، حابب أفكرك إن أنت ما تنساش إخواتنا في فلسطين وتدعي لهم، لأن هم محتاجين الدعوة مننا قوي. اللهم انصر أهل فلسطين نصر عزيز مقتدر. تعالوا النهارده مع بعض نحل التدريبات اللي موجودة في كتاب التدريبات الخاصة بأول درس تاريخ، وهو مصر بين المماليك والعثمانيين. أول سؤال معانا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. عانت الدولة المملوكية من أزماتها الاقتصادية مع انهيار النشاط. هو يا مستر معلش فكرني، هو كانت الدولة المملوكية بتعاني من أزمات اقتصادية؟ أقول لك طبعا بتعاني. طب إيه يا مستر الأسباب اللي أدت إلى أزمتها الاقتصادية؟ من ضمن الأسباب دي هو اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، وده طريق تجاري ما خلاش حد يجي يعدي من عندنا، وبالتالي يبقى أنا هختار هنا مع انهيار النشاط التجاري. طيب رقم 2، بدأ الصدام بين المماليك والعثمانيين بعد استيلاء السلطان سليم الأول على مدينة القاهرة؟ لأ، إمارة ذي القادر المملوكية. أفكرك، فاكر لما جيت قلت لك السلطان العثماني خد بعضه وبيجر شكل المماليك، فراح عمل إيه؟ راح قعد لهم في إمارة ذي القادر المملوكية. المماليك راحوا له إيه يا عم؟ اللي أنت موجود فيها دي تبعنا. قال لهم وعمل لهم بإيده كده. فالسلطان الغوري اتضايق وجاب الجيش بتاعه وراح حاربه وخسر في معركة مرج ضابق. طيب رقم 3، أصبحت مصر ولاية عثمانية بعد معركة الريدانية. وزي ما معودك أنا بقرا السؤال ما تخضش من التاريخ. يعني إيه يا مستر؟ أحط إيدي على التاريخ كده وأقرا بقية الجملة. أصبحت مصر ولاية عثمانية بعد معركة، مش علاقة بالتاريخ، ما بصش على التاريخ يا كابتن. مرج ضابق لا، دي كانت الشام. الريدانية ديول بحرية ما خدناهاش. جلدران دي كانت الدولة الصفوية. يبقى أنا عندي هنا أصبحت مصر ولاية عثمانية بعد معركة الريدانية. طيب رقم 4، انتقلت خلافة العالم الإسلامي الدينية عام 1517 إلى الدولة طبعا العثمانية. إزاي؟ أقول لك إزاي. قلت لك إن من ضمن نتائج هزيمة المماليك أمام الدولة العثمانية هو تحول الخلافة من مصر والشام أو من أيدي المماليك إلى مين يا مستر؟ إلى السلطان العثماني. هو بقى خليفة للمسلمين، المفروض يسمعوا كلامه. وده ما حصلش غير لما وقعت مصر، ودي كانت آخر محطة للسلطان العثماني، لأنها بتمثل قلب العالم الإسلامي. وبالتالي بعد معركة الريدانية وإن مصر أصبحت ولاية، بص أنا بعمل بإيدي إزاي، ولاية عثمانية مش دولة مستقلة، قال لك إيه اللي حصل هنا؟ قال لك انتقلت خلافة العالم الإسلامي إلى الدولة العثمانية. طيب رقم 5، تراوحت مدة بقاء في مصر ما بين سنة إلى 3 سنوات. حكام الأقاليم ولا الحامية العسكرية ولا السلطان العثماني ولا الوالي؟ وأنا مغمض طبعا الوالي. وقلنا ده من أسباب ضعف نظام الحكم العثماني. ليه؟ الرئيس أو الوالي بيجي هو قاعد سنة أو سنتين، أقصى حد 3 سنين، فمش عايز يعمل مشاريع، مش مهتم بأحوال الرعية. كل هو جاي كأنه جاي موظف هيقبض كل شهر وملوش علاقة بأي حاجة مريح دماغه. يبقى لما يجي يقول لي تراوحت مدة بقاء مين من سنة ل3 سنوات؟ الوالي. اوكي، ودي كانت من اسباب ضعف نظام الحكم العثماني. طب وادى ايه نظام الضعف ده؟ ادى الى ايه؟ قال لك ادى ان ظهور حركه علي بيك الكبير الاستقلاليه. قال لك استغل الدوشه والضعف اللي موجود في نظام الحكم وارجع مصر تاني ايه؟ دوله مملوكيه. طيب نرجع ونكمل الجزئيه بتاعتنا. نطلع فوق كده في رقم 6. طيب رقم 6 بيقول لي اصبح الحاكم الفعلي لمصر عام 68 بعد إعلان استقلالها. وأنا مغمض علي بك الكبير، ده الوحيد اللي ممكن أقول عليه أصبح الحاكم الفعلي لمصر، أو ده الوحيد اللي عمل حركات استقلالية في عهد الدولة العثمانية من المماليك. طيب رقم 7، تحالف علي بك الكبير مع نقط حاكم جنوب الشام ظاهر العمر. ظاهر العمر هو اللي علي بك الكبير تحالف معاه أثناء الحركة الاستقلالية، وده ياخدنا للنقطة رقم 8. بعد فشل حركة علي بيك الكبير عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم الخاين. مين يا مستر الخاين؟ محمد بك أبو الدهب. الراجل ده خاين. أقول لك عمل إيه؟ الراجل ده هو اللي خلى حركة علي بيك الكبير تفشل. فلما يجي كمان شوية وهيسألني بما تفسر أسباب فشل حركة علي بيك الكبير وأنا مغمض عيني، أقول له بسبب خيانة محمد بك أبو الدهب. مش بس كده، ده الراجل ده كمان تحالف مع السلطان العثماني ضده، فالحركة فشلت.
ورجعت مصر دولة عثمانية أو ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد محمد بك أبو الدهب. طيب رقم 9، ضمت الطبقة الوسطى من المجتمع المصري أثناء الحكم العثماني. أنا مش فاهم يا مستر إيه الطبقة الوسطى دي؟ طيب خليني أقول لك إن النظام الاجتماعي في عهد الدولة العثمانية كان مقسم لإيه؟ أو كان متقسم لإيه؟ قال لك متقسم لطبقتين. طبقة الحكام، طبعا عيب لما تقول لي فيها مصريين أنا هزعل منك. مش طبقة الحكام، طبقة الحكام دي كان فيها العثمانيين والمماليك. وطبقة المحكومين، ودي متقسمة لطبقتين صغننين. أول طبقة فيها كبار الموظفين، العلماء، المشايخ، كبار التجار، والطبقة السفلية اللي فيها عامة الشعب. احنا كده خدنا النظام الاجتماعي. طب ما تيجي نشوف السؤال عايز ايه؟ طب يلا بينا. 9، ضمت الطبقة الوسطى من المجتمع المصري أثناء الحكم العثماني. الأتراك دي طبقة الحكام، المماليك ما انت لسه قايل يا مستر دول طبقة الحكام، كبار التجار ولا الفلاحين؟ لا الفلاحين من عامة الشعب. امال مين يا مستر؟ تبقى كبار التجار يا مستر، انت لسه قايلها. طيب نخش على الجزئية اللي بعدها. نطلع فوق، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة مع التصويب، مع إنكم ما بتصوبوش معرفش ليه. يعني لما أجي أقول مع التصويب تلاقي واحد بعد ما حل الامتحان ودوني خد يا مستر أبص، إيه ده أنت مش مصوب؟ إيه ده؟ نسيت. يبقى أعمل في الامتحان نسيت بقى، يبقى أعمل في الامتحان كده. طيب ضع علامة صح أو خطأ مع التصويب. رقم 1 بيقول لي تعرضت دولة المماليك لتدهور اقتصادي. طيب أنا عارف الكلام ده، إيه عايز تقول إيه تاني؟ نتيجة اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. الإجابة صح. فعلا دولة المماليك تعرضت لتدهور اقتصادي، الاقتصاد بتاعنا وقع، ودايما اربط كلمة اقتصاد بالفلوس. الحالة الاقتصادية المماليك تدهورت يبقى معهمش فلوس، نتيجة إن كل التجارة تحولت إلى طريق رأس الرجاء الصالح اللي هو للدوران حول أفريقيا. طيب رقم 2، بدأ الصدام، بدأت المشاكل العثماني في الشرق مع الدولة المملوكية. لا، لأن أول معركة مع السلطان العثماني قلناها مش مرة 100 كانت مع الدولة الصفوية. لما ايه اللي حصل يا مستر؟ كانت في معركة جلديران، هزيمة الدولة الصفوية ودخول العاصمة تبريز. يبقى هنا هنقول الإجابة غلط، نشيل دولة المماليك ونكتب الدولة الصفوية. رقم 3، انتهى الصدام بين الدولتين الصفوية والعثمانية بهزيمة السلطان سليم الأول. لا سليم الأول ما خسرش، الإجابة غلط طبعا. ده انتهى الصدام بين الدولتين بانتصار السلطان سليم الأول. مش هزيمة. هزيمة إيه يا عم؟ مفيش الكلام ده. السلطان سليم الأول ما اتهزمش لا من الدولة الصفوية ولا من المماليك من خلال معركتين، سواء مرج ضابق أو الريدانية. رقم 4، تجنب السلطان العثماني سليم الأول الصدام مع الدول الأوروبية. الجملة دي صح 100%. طب ليه يا مستر ما راحش حارب الدول الأوروبية أو في الغرب؟ قال لك لأن الدول الأوروبية متفوقة عليه حضاريا وعسكريا، فبالتالي هو مش هيروح يحارب هناك. أنا مش هروح أحارب في مكان عشان أخسر. أنا عايز ناس أقل مني أقدر أنتصر عليهم واستحوذ على أراضيهم، ودي المواصفات اللي لقاها في العالم الإسلامي. طيب رقم 5، هزمت جيوش تومان باي في معركة مرج ضابق. لا الجملة دي غلط. غلط ليه يا مستر؟ لأن تومان باي خسر في معركة الريدانية، وكنت بقولها لك كده إن السلطان سليم الأول هزم المماليك في معركة الريدانية، وكان القائد بتاعهم تومان باي، حتى ساعتها قال له باي باي وخد مصر وأصبحت ولاية عثمانية. يبقى هزمت جيوش تومان باي في معركة مرج ضابق؟ لا، الريدانية. وعادي لو أنا سبت الريدانية وكتبت مكان تومان باي قنصوة الغوري أو الملك الغوري. طيب 6، اقتصرت الصناعة في مصر أثناء الحكم العثماني على الصناعات اليدوية البسيطة. طبعا الإجابة دي صح. دليل على كلامي، أنا مش هضحك عليك بس دليل على كلامي إن هو في الوقت ده كانت مفيش أصلا صناعة، لأن السلطان العثماني كان بيجمع أمهر الصناع أشطر الصناع ويرسلهم الأستانة، جايب لهم عقد عمل بره، يلا اتكلوا على الله روحوا هتشتغل هنا. فبالتالي اللي اتبقى في مصر كان الناس اللي مش شاطرة، الناس اللي مش الكفاءة. فبالتالي فعلا الصناعة كانت متدهورة، وفعلا كانت بعضها أو اللي كان منتشر في الوقت ده صناعات يدوية بسيطة. طيب رقم 7، والسؤال الأخير في صح وغلط، اتسمت الحياة الفكرية والثقافية بمصر خلال الحكم العثماني بالتطور المستمر. طبعا الكلام ده غلط. الدولة العثمانية فرضت على مصر حالة من العزلة، حالة من الجمود، وانتشر في الوقت ده الأمراض والتخلف.
يبقى غلط، هنقول لم تتسم. لم تتسم. أو إن أنا هشيل كلمة التطور المستمر واكتب الجمود والتخلف. الجزء اللي بعديه يا شباب، اكتب ما تشير إليه العبارة. اكتب ما تشير إليه العبارة. دولة قامت في مصر والشام والحجاز وانتهت على يد الدولة العثمانية عام 1517. أنا اتعودت خلاص، أنا حاطط إيدي على الرقم مش شايفه. في طلبة بيجي لها رعب من الرقم، تشوف التاريخ تتجنن، معرفش ليه. تشوف تقول لها مس تاريخ، هو احنا هنحفظ؟ لا، مش هتحفظ تواريخ. مش هتحفظ تواريخ. بس في بعض التواريخ اللي انت لما بتعرفها وانت بتذاكر بتربط لك الأحداث ببعض. لكن حفظ تاريخ بعينه لا، مش هنحفظ تواريخ بعيننا. أهم حاجة بس نقرأ بقية الجملة ونركز فيها. دولة قامت في مصر والشام والحجاز وانتهت على يد الدولة العثمانية، دولة المماليك. طيب السؤال رقم 2. طريق اكتشف عام 1498 وكان سببا في التدهور الاقتصادي لدولة المماليك. أيوة، الدوران حول أفريقيا اسمه إيه؟ طريق رأس الرجاء الصالح. رأس الرجاء الصالح. الصالح. السؤال رقم 3. إمارة مملوكية استولى عليها السلطان سليم الأول أدت إلى معركة مرج ضابق. دي أول معركة بين السلطان العثماني والمماليك. كانت اسمها إمارة إيه؟ ذي القادر المملوكية. ذي قادر المملوكية. المملوكية. طيب رقم 4. معركة انتهت بعدها دولة المماليك في مصر. في مصر الريدانية. عرفت منين يا مستر؟ أنا بذاكر، حضرتك ما بتذاكرش. أنا بذاكر، أنت ما بتذاكرش. طيب 5. نظام طبق في الزراعة بمصر مع ضعف الدولة العثمانية في منتصف القرن ال18. معلش بقى، أنا عايز أعلم على ضعف الدولة العثمانية. عارف ده نظام إيه؟ نظام الالتزام. فكرني هفكرك. نظام الالتزام ده لما الدولة العثمانية ضعفت والحامية العسكرية مش قادرة تجمع الضرايب من الفلاحين أو من المصريين، فهنا ظهر واحد زي ما قلت لك مش سالك، واحد مش مظبوط، اسمه الملتزم. قال له أنت هتنزل يا مالك بنفسك تلم الفلوس من الرعية وعامة الشعب، سيب لنا الطلعة دي. وهنا اتجه الراجل ده اللي اسمه الملتزم ده يقول له أنت عايز كام المصريين؟ يقول له أنا عايز والله أجمع منهم 10 قروش. طيب من عناية دي وعناية دي. ينزل الملتزم يلمهم 15 قرش. أيوه لازم هو يعمل مصلحة برضه. فمن هنا المصريين اصلا ما عمش يدفعوا ال10، يدفعوا 15. فحصل هنا تدهور في الزراعه. يبقى لما يجي يقول لي نظام طبق في الزراعه بمصر مع ضعف الدوله اعلم ضعف دي. يبقى يا مستر نظام ايه؟ نظام الالتزام. هو ان يقوم الملتزم، الشخص مش مظبوط ده، بجمع الضرائب من الفلاحين وارسالها الى السلطان العثماني. ثانك يو. السؤال رقم 6. نظام بموجبه كان يتم تكليف الفلاح المصري بزراعة الأرض خلال العصر العثماني. نظام الانتفاع. نظام الانتفاع. زي ما أنا قلت وهفضل أقول، اللي منكم بيروح عند سته أو جده أو يروح عندهم البلد هيلاقي إن الفلاحين هناك بيعتبروا الأرض دي جزء منهم. ده عيل من عياله، فتلاقيه بيصحى من الفجر يروح يقعد هناك، وتلاقيه بيراعي ارضه، وتلاقيه خايف على ارضه، وتلاقيه بيتغدى في ارضه ويفطر الصبح في ارضه. الموضوع مرتبط بيه نفسيا. فلما انا اكون فلاح وعندي حته ارض وتيجي الدوله تقول لي ايه؟ خد تعالى. ايوه تقول لي خد تعالى، انت هتزرع الارض دي بس مالكش اللي انت تنتفع بيها. تزرع اللي هنقول لك عليه بالطريقه اللي هنقول لك عليها. طب ايوه لا انا دي ارضي، دي ارضي وانا بحبها وعايز اهتم بيها. فمن هنا ايه اللي حصل؟ الفلاح ابتدى يتخنق من نظام الانتفاع فبقى يسيب الارض مش زارع، فحصل تدهور في الزراعه. طب يعني ايه حق الانتفاع؟ انا بذاكرش. هو ان يقوم الفلاح بزراعه الارض مع الانتفاع بها ولا دون الانتفاع بها؟ لا، دون الانتفاع بها. هو بيزرع الارض بس ما بينتفعش من وراها بحاجه. وده عكس رغبه الفلاح او طبيعه الفلاح، انه بيحب ارضه بيحب يهتم بيها. يبقى رقم 6 نظام بموجبه كان يتم تكليف الفلاح المصري بزراعة الأرض، يبقى نظام الانتفاع. وعلى فكرة نظام الانتفاع وحق الالتزام من أسباب تدهور الزراعة في عهد الدولة العثمانية. مدينة انتقل إليها أمهر الصناع المصريين في العصر العثماني عاصمة الدولة العثمانية وهي الأستانة.
الأستانة. السؤال اللي بعده رقم 7 أو رقم 8. علوم احتفظت بمكانتها وأهميتها في مصر خلال العصر العثماني. العلوم الشرعية. الشرعية. خد بالك، رغم العزلة والجمود اللي فرضتها الدولة العثمانية على المصريين، حتى في الوقت ده كان في علوم كتير المصريين بيدرسوها زي الفيزياء وزي الطب وزي الكيمياء. الكلام ده كله اتلغى في عصر الدولة العثمانية، لأن أي دولة هتستعمرك فهي مش عايزاك تكون متعلم، مش عايزاك تكون متفتح، مش عايزة دايما تبقى أنت جاهل عشان تعرف تسوقك. وده اللي الدولة العثمانية بمنتهى البساطة كانت بتطبقه في مصر. فهنا ألغت كل العلوم، بس في علوم هي ما قدرش يجي جنبها، وهي الخاصة بالأزهر، وهي علوم الشريعة اللي هي حفظ القرآن، دراسة السنة، تفسير القرآن، الحاجات اللي لها علاقة بالقرآن الكريم بتاعنا. هي ما جاتش جنبها في حاجة. دي تعلموه، انما تعلم لي بقى رياضة وفيزياء، لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. وده طبيعي لدولة بتحاول ان هي تستعمرك. طيب، الجزء اللي بعده او السؤال اللي بعده بيقول لي من هو. نركز مع بعض في الاسئله دي، لان الاسئله دي بتجمع لي الشخصيات، فمحتاج ان انا ابقى عارف كل شخصيه من دول عملت ايه او دورها ايه في الدرس. طيب، هزم الصفويين في معركه جلديران عام 1514. انا بصش على تاريخ، حطيت ايدي اهو. يبقى هزم الصفويين في معركه جلديران ودخل عاصمتهم تبريز. مين اللي عمل كده؟ سليم الاول. طيب، 2. قائد المماليك في معركة مرج ضابق. مين؟ قنصوة الغوري. قنصوة الغوري. واحد هيقول لي طب انا يا مستر مش هكتب قنصوة، اكتب السلطان الغوري، شكرا، مش عايز منك اكتر من كده. طيب، رقم 3. قائد المماليك في معركة الريدانية، اللي لما خسر السلطان قال له باي باي. ايوه، طومان باي. طومان باي. السؤال رقم 4. أعلن نفسه الحامي الوحيد للحرمين الشريفين ولجميع رعاياه في العالم الإسلامي بعد استيلائه على أراضي الدولة المملوكية. ده الدولة المملوكية ما حاربتش غير السلطان العثماني، يبقى أنا مغمض السلطان العثماني أو سليم الأول. طيب، رقم 5. انحاز للسلطان العثماني وكان ذلك سببا في فشل حركة علي بيك الكبير. مين الخاين اللي عمل كده؟ محمد بيك أبو الدهب. محمد بيك أبو الدهب. الراجل ده الخاين ده عمل إيه يا مستر؟ خلى حركة علي الكبير أو علي بيك الكبير تفشل. وأتمنى قلت علي بيك، كلمة بيك دي أو لقب بيك دي تدل إن هو حد من المماليك لو ما كنتش تعرف. طيب، نخش على الجزء اللي بعده. بما تفسر. الأسئلة اللي الشباب بالنسبة لهم دي كارثة. واحدة واحدة. ليه تعرضت المماليك لتدهور اقتصادي منذ أواخر القرن ال15؟ ليه دولة المماليك انهارت ومبقاش معاها فلوس؟ فلوس ايه يا مستر؟ ما أنا لما أقول تدهور اقتصادي يبقى كلمة اقتصاد معناها فلوس. دولة المماليك تعرضت لتدهور اقتصادي ما كانش معاها فلوس، ده بيرجع لسببين. السبب الأولاني اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. خلاص ما بقاش حد يعدي من عندنا، فبالتالي مفيش تجارة، فبالتالي مفيش فلوس. طب ايه السبب الثاني يا مستر؟ قال لك السبب الثاني تدمير الأسطول المملوكي في معركة ديو البحرية. ده كان آخر أمال دولة المماليك في إنها تسترد طريق التجارة تاني، ولكن للأسف خسرت الأسطول بتاعها في معركة ديو البحرية. يبقى السؤال رقم 1. ليه تعرضت المماليك لتدهور اقتصادي؟ معهمش فلوس. اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، وتدمير أسطولهم في معركة ديو البحرية. السؤال اللي بعده. تعرض دولة المماليك لأزمات سياسية. ما خد بالك، المماليك انهاروا اقتصادي وسياسي، ما انهاروش في حاجة تانية. اقتصادي قلناه، فاضل السياسي اللي هو في رقم 2. يبقى ايه أزمات المماليك السياسية؟ أقول له الصراع المستمر بين المماليك. للأسف المماليك، رغم ان من وجهة نظر انا شايف ان فترة مصر تحت حكم مماليك من افضل الفترات اللي مرت بها مصر، الا ان كان يعيب المماليك ان هو بينهم وبين بعض في دايما صراعات وفي مشاكل، ودايما في قلق، ودايما لو اتفقوا على حد بيقتلوه، او مثلا ملك قال رأيه او قال حكم او قال قرار، ما في مجموعة مش عاجباها خلاص هنعمل عليك فتنة ويتم اغتياله، زي ما شفنا في سنة تانية اعدادي في مصر في عصر المماليك. طيب، رقم 3.
ليه اتجه العثمانيين للاستيلاء على الشام ومصر؟ اقول له بمنتهى البساطه لان مصر في الوقت ده وما زالت مصر قلب العالم الاسلامي. اقول له بسبب ان مصر قلب العالم الاسلامي. طيب رقم 4. بيقول لي ايه في رقم 4؟ خروج السلطان الغوري. شوف الغوري ما قالش قنصوة الغوري اهو. طيب يبقى خروج السلطان الغوري من مصر والشام عام 1516. ليه السلطان الغوري خرج بجيش او على رأس جيش من مصر وراح للشام؟ اقول له بسبب استيلاء سليم الأول على ايه يا مستر؟ على إمارة ذي القادر المملوكية. سليم الأول لما مملوكية، بسبب ان سليم الأول استولى على إمارة ذي القادر المملوكية، فهنا السلطان قنصوة الغوري خرج بمصر بجيش كبير عشان يحاربه ويسترد إمارة ذي القادر المملوكية، وطبعا فشل في ده، وطبعا خسر في معركة مرج ضابق، وتحولت الشام إلى ولاية عثمانية. حد بيسألني انت لما ليه بتيجي تقول مصر أو الشام بتعمل ولاية عثمانية؟ لأن أنا بعمل كده عشان تفتكر وتقول ولاية، يعني كانت حاجة يعتبر ملهاش لازمة، هي ولاية، ما كانتش دولة لا، ولاية عثمانية، محافظة صغيرة من ضمن محافظات الإمبراطورية العثمانية. 5. هزيمة الجيوش المملوكية بالشام ومصر أمام الجيش العثماني. إيه اللي خلى المماليك في مصر والشام يخسروا أمام جيوش سليم الأول؟ بمنتهى البساطة أيوة، أقول له التفوق العسكري العثماني. والله العثمانيين كانوا متفوقين عسكريا، ودي أسهل حاجة ممكن ناخد بالنا منها. طيب السؤال اللي بعده برضه متفسر. حمل نظام الحكم العثماني لمصر في ثنايا عوامل ضعف. واحد يقول لي مستر، اقول له ايه في ايه؟ يقول لي بس هو في حاجه انا اقولها تاني، قول سؤال تاني. طب هقول له تاني. حمل نظام الحكم العثماني لمصر في ثنايا، اي وقف، هو يعني ايه ثنايا؟ انا مش عارف. اقول لك كلمه ثنايا دي في اللغه العربيه معناها بداخله، يعني بيقول لي نظام الحكم لمصر او نظام الحكم العثماني لمصر كان بيحمل في داخله عوامل ضعف. ايه عوامل الضعف دي؟ اقول له وانا مغمض عيني 1 واحط هنا 2. 1 أسر مدة حكم الوالي، انا لسه قايل الوالي العثماني اللي معينه السلطان العثماني بينوب عن السلطان في حكم مصر او كانت اي ولايه، هو من سنه ل3 سنين يقعد سنه يمشي، سنتين يمشي، 3 سنين يمشي، ما يقعدش 3 سنين وشهر حتى. فبالتالي هو جاي مش همه حاجه، مش عايز يعمل خطط، مش عايز يهتم باحوال الناس، مش عايز يعمل مشاريع. يا عم هي سبوبه جايين، واخد بالك، هنقعد السنه السنتين ونتكل على الله، فمحدش مركز في حاجه. فبالتالي دي كانت من عوامل ضعف نظام الحكم. طيب ايه تاني يا مستر؟ قال لي ما هو برضه من ضمن عناصر الحكم الوالي والديوان والحاميه العسكريه. الديوان ده زي مبنى الوزاره اللي بيدير الدوله وبيساعد الوالي، والحاميه العسكريه مجموعه من الجنود هدفهم ان هم بينشروا الامن والامان. طب يا مستر انت دلوقتي قلت لي من نظام الحكم بيحمل عوامل ضعف، اول عامل هو اسر مده حكم الوالي، تاني عامل الصراع بين مين ومين؟ لا مش بيني وبينك، لا، الصراع بين الديوان والحامية العسكرية. الصراع بين الديوان والحامية العسكرية. ليه يا مستر بيتصارعوا؟ خد بالك، الوالي العثماني كده كده هيمشي، خلاص احنا متفقين يا مستر. طب الديوان والحامية العسكرية لا، ما بيمشوش. الديوان الناس اللي موجودة فيه موجودة. طب الحامية العسكرية ما بتتغيرش كل شوية. فبالتالي دول الاتنين اللي بيعتبروا مستمرين في مصر، فكانوا بيتصارعوا بينهم هما الاثنين، مين فينا هيفرض كلمته؟ مين؟ عايزين بقى نشوف مين. فدايما في صراع بين الديوان والحاميه العسكريه، مين اللي هيفرض صوته؟ مين اللي هيبقى ليه القرار؟ هتقولي طب ما الوالي، قلنا بقى الوالي خلاص ركنه على جنب، الراجل ده جاي يقضي يومين وطاف ويتكل على الله. انما هنا اللي مستمرين ديوان وحاميه عسكريه بيتصارعوا، فده ادى الى ضعف الدوله العثمانيه، او بمعنى ادق نظام الحكم العثماني. طيب السؤال اللي بعده، السؤال رقم 7 في بند أسئلة بما تفسر.
ليه تطلع البكوات المماليك؟ تطلع يعني ابتدى البكوات المماليك في الوقت ده يتطلعوا بيطمعوا في حكم مصر او بالانفراد بحكم مصر خلال القرن ال 18. ليه البكوات المماليك او ليه المماليك تطلعوا لحكم مصر او للانفراد بحكم مصر في القرن ال 18؟ طيب هو هنا عايز يقول لي او بيتكلم عن حركه علي بيك الكبير. ليه علي بيك الكبير طمع وكان حابب انه ينفرد بحكم مصر؟ مين مش ايه السبب اللي شجعه انه يعمل كده؟ اقول له بسبب ضعف نظام الحكم العثماني. بسبب ضعف نظام الحكم العثماني. بسبب ضعف نظام الحكم العثماني ده شجع المماليك ان هم يقوموا بحركه استقلاليه عن الدوله العثمانيه، وانا هنا بتكلم بالاخص عن حركه علي بيك الكبير. السؤال رقم 8، فشل حركه علي بيك الكبير الاستقلاليه. ليه حركه علي بيك الكبير فشلت؟ بسبب خيانه محمد بيك ابو الدهب. بسبب خيانه محمد بيك ابو الدهب. الراجل الخاين دوت هو اللي كان سبب في فشل حركة علي بيك الكبير. رقم 9، التدهور الزراعي لمصر في عصر الدولة العثمانية. ليه الزراعة تدهورت؟ ليه تأخرت؟ أقول له بسبب نظام الالتزام. بسبب نظام الالتزام وحق الانتفاع. بسبب نظام الانتفاع أو نظام الالتزام وحق الانتفاع وعدم الاهتمام بمشاريع الري. شيء طبيعي، انا راجل بهمل مشاريع الري، فايه اللي هيحصل؟ الزراعه هتتاخر. السؤال اللي بعده رقم 10، كساد معناها كلمه تاخر. ليه تاخرت التجاره الداخليه في مصر ايام الحكم العثماني؟ رقم 1 بيقول لي التجاره الداخليه يبقى غارات البدو وعدم وجود امن. مفيش بوليس ومفيش امن وفي بدو كل شويه يطلع عليك في الصحراء ياخدوا منك البضاعه بتاعتك، فبالتالي انت مش هتعمل تجاره داخليه فتؤدي الى تدهور التجاره الداخليه. السؤال اللي بعده بيقول لي ليه تدهورت التجاره الخارجيه بقى؟ اقول له رقم 1 اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. ايه تاني يا مستر؟ رقم 2 الامتيازات الأجنبية اللي بتفضل التجار الأوروبيين أو اللي تابعين للدولة العثمانية عن التجار المصريين، فبالتالي ده بتؤدي إلى خفض أو تدهور التجارة الخارجية. يبقى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. رقم 2 الامتيازات الأجنبية. رقم 12 ليه اتسمت الحياة الفكرية والثقافية في مصر بالجمود؟ بسبب العزلة. مين اللي فرضتها؟ العزلة التي فرضتها الدولة العثمانية على مصر. دولة بتحكمك أكيد مش عايزة فيك متعلمين، فرض عليك نوع من العزلة، يبقى بسبب العزلة اللي فرضتها الدولة العثمانية على مصر. ماشي. السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على معركة ديول بحرية؟ أيوة، اللي كانت بين المماليك وبين مين؟ بين البرتغاليين، عشان المماليك كانت نفسها تسترد طريق رأس الرجاء الصالح تاني أو تسترد التجارة بتاعتها للطريق بتاعنا تاني. يبقى نقول هنا إيه النتائج المترتبة عليها؟ تحطيم الأسطول المملوكي. تحطيم الأسطول المملوكي. واحد هيقول لي تدهور الأحوال الاقتصادية للمماليك، صح، تمشي دي وتمشي دي. 2 النتائج المترتبة على اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح بالنسبة لدولة المماليك؟ انهيار الأحوال الاقتصادية للمماليك. خلاص معهمش فلوس، ما بقاش عندهم طريق تجاري، معهمش فلوس يا بيه، يبقى انهيار الأحوال الاقتصادية لدولة المماليك. ما زلنا في السؤال السابع، ما النتائج المترتبة على التفوق الحضاري والعسكري للدول الأوروبية على العثمانيين؟ إيه النتيجة المترتبة على إن دول أوروبا أو دول الغرب متفوقة على السلطان العثماني؟ أقول له اتجاه سليم الأول نحو الشرق. طب أنا مستر مش هكتب الشرق، أنا هكتب نحو العالم الإسلامي، صح، لأن العالم الإسلامي هو الشرق. طيب الجزئية اللي بعدها، النتائج المترتبة على السؤال رقم 4، هزيمة الجيوش المملوكية أمام العثمانيين في معركتي مرج ضابق والشام. سؤال مهم جدا وحلو قوي. النتائج المترتبة على هزيمة المماليك بشكل عام، سواء في معركة مرج ضابق الخاصة بالشام
أو معركة الريدانية اللي خاصة بمصر. أقول له رقم 1: تحولت مصر والشام إلى ولايات عثمانية. ولايات عثمانية، تحولت مصر والشام إلى ولايات عثمانية، أدي كده رقم 1. طيب نعملها بقى بلون تاني. رقم 2: تحولت خلافة المسلمين. مين اللي أصبح بيخلف المسلمين دلوقتي؟ تحولت خلافة المسلمين إلى الدولة العثمانية، بقت هي خليفة للمسلمين، خلاص كلمتها المسموعة على المسلمين كلهم، الدولة العثمانية. رقم 3: أعلن السلطان سليم الأول نفسه، أعلن نفسه الحامي الوحيد للحرمين. وده لقب شريف مش أي حد المفروض ياخده، فالراجل ده أعلن نفسه الحامي الوحيد للحرمين. طيب السؤال رقم 5: فشلت حركة علي بيك الكبير الاستقلالية بمصر. النتائج المترتبة إن حركة علي الكبير فشلت. أقول له عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد. مين؟ الخاين، أيوة، محمد بك أبو الدهب. يبقى عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد محمد بك أبو الدهب. السؤال اللي بعده رقم 6. بيقول لي إيه السؤال رقم 6؟ النتائج المترتبة على نقل الصناع المهرة، قصد الصناع اللي هم الشاطرين، من مصر إلى عاصمة الدولة العثمانية، وقصده هنا الأستانة. إيه النتائج المترتبة على نقل الصناع؟ وأنا مغمض عيني: تدهور الصناعة. تدهور الصناعة في مصر. ما هو لو ما كانش نقلهم ما كانتش مصر تدهورت فيها الصناعة. مين هيعلم؟ أنت خدت كل الشاطرين، مين هيفضى عشان يعلم الناس؟ مفيش. يبقى تدهور الصناعة في مصر. طيب السؤال اللي بعده 7: النتائج المترتبة على سياسة العزلة التي فرضها السلطان العثماني على مصر من الناحية الثقافية والفكرية. احنا قلنا السلطان العثماني او الدولة العثمانية محتلياك، فاكيد مش هتخليك مش هتسعى ومش بتبدع في ان هي تطور التعليم عندك، صح كده ولا ايه؟ ده اللي حصل. هي فرضت عليك حالة من العزلة. طب ايه النتائج المترتبة على العزلة دي؟ اقول له وانا مغمض: 1: انتشار الامراض، انتشرت الامراض. طيب انتشار الجهل، هينتشر الجهل طبعا. اقتصر دور الازهر على العلوم الشرعيه، وانا لسه قايلها، اللي هي الدين الخاص بقصه تفسير القران والاحاديث، انما اي علوم تانية زي الرياضه زي الفيزياء الكيمياء اركن كل الكلام ده على جنب. احنا مش عايزين شعب متعلم، احنا عايزين شعب جاهل متخلف عشان نقدر نحكمه. ده اللي كانت بتعمله الدوله العثمانيه في سياستها مع مصر. طيب ماذا يحدث اذا؟ السؤال رقم 8: ماذا يحدث اذا لم تتحول تجاره الشرق إلى طريق رأس الرجاء الصالح؟ أقول له لم تنهار الحياة الاقتصادية للمماليك، أو لم تتدهور الحياة الاقتصادية للمماليك، لأن ده سبب من أسباب تدهور أحوال المماليك الاقتصادية. رقم 2: ماذا يحدث إذا انتصر طومان باي في معركة الريدانية؟ لم تتحول مصر إلى ولاية عثمانية. وخد بالك أنا بحل سؤال ماذا يحدث إذا كأنه ما النتائج، وبعد كده بكتب قبلها لم. إيه النتائج المترتبة على هزيمة المماليك في معركة الريدانية؟ تتحولت مصر إلى ولاية عثمانية، يبقى لم تتحول مصر إلى ولاية عثمانية. طيب السؤال اللي بعده رقم 3. بيقول لي ماذا يحدث إذا لم ينحاز محمد بك أبو الدهب للسلطان العثماني ضد حركة علي بك الكبير أو ضد علي بك الكبير؟ طب تعال نحله. ما النتائج؟ نقلبه ما النتائج ونحل. إيه النتائج المترتبة على انحياز محمد بك أبو الدهب للسلطان العثماني ضد حركة علي بك الكبير؟ هتقول لي ده فشل حركة علي بك الكبير، مش كده ولا إيه؟ طيب ده ماذا يحدث؟ يبقى هعمل كده اقول لم تفشل حركه علي بك الكبير. يبقى ماذا يحدث اذا يا مستر؟ انا بحله ما النتائج وبعد كده بحط قبلها لم وهكذا. طيب السؤال رقم 4: لم يفرض العثمانيون العزله الثقافيه والفكريه على مصر. الناس دي لو ما فرضتش العزله علينا ايه اللي هيحصل؟ اقول له لم ينتشر الجهل، لم تنتشر الامراض، لم تقتصر
التعليم على العلوم الشرعية. خلاص هيبقى فيه تنوع في العلوم، مش هتقتصر على العلوم الشرعية بس. طيب السؤال الأخير أو الجزئية الأخيرة معانا بتقول لي إيه بقى يا مستر؟ ما رأيك فيه؟ طبعا الأسئلة دي أي حاجة بتكتبها بتكون حاجة إيجابية أو حاجة سلبية فهو رأيك. فالسؤال ده لو جالك في الامتحان هو الراجل عايز يديك درجات، بيقول لك خد تعالى أنت غلبان وتستحق الصدقة، خد درجات اهي، يلا يلا خد درجات. فهنقول ما رأيك في أحوال الزراعة في مصر خلال الحكم العثماني؟ هتقول طبعا أنا ضد نظام الالتزام لأنه بيثقل الفلاح وحق الانتفاع اللي بيخليش الفلاح يتمتع بالحرية الكاملة في التصرف في أرضه، فده ضد رغبة الفلاح فبيؤدي إلى تدهور الزراعة. أي رأي هتكتبه من وجهة نظرك فهو رأي هتاخد عليه درجة 100%. وده سؤال يعني لو جه في الامتحان يبقى بتاع الامتحان ده بيحبك، بس هو مش بيحبك فمش هيجيبه لك. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي دلل تاريخيا. طيب انا مش يهمني احل السؤال قد ما يهمني اعرفك هو يعني ايه دلل. دلل ده حضرتك هو الجمله صح، هي الجمله صح، مش عايزين اي كلام تاني، هي الجمله صح، بس هو محتاج من حضرتك دليل. انت رحت الدرس وانا بتقول لك رحت الدرس والله العظيم رحت الدرس. طب ايه الدليل؟ والله بص مستر علم الواجب اهو، خلاص ده دليل. والله انا وانا رايح الدرس ركبت اوبر فبص من المدرسه اهو، ده دليل. نفس الفكره. يبقى بيقول لي دلل تاريخيا كان المماليك انفسهم سبب في اضعاف قواتهم العسكريه. يعني المماليك ليهم سبب في ان هم يبقوا دوله ضعيفه ويخسروا امام الدوله العثمانيه. ايوه ايه الدليل؟ اقول الصراع المستمر بين المماليك. الصراع المستمر بين المماليك يا كابتن كان من اسباب تخصهم هم ادت الى اضعافهم واضعاف قوتهم العسكريه. يبقى الصراع المستمر بين المماليك وده من اسباب تدهورهم سياسيا مش اقتصاديا. لا اقتصاديا دي فلوس طريق رأس الرجاء الصالح وديول بحريه، انما سياسيا. طيب 2 دلل ان معاناه الفلاح المصري اثناء الحكم العثماني للبلاد. دلل اديني دليل ان الفلاح المصري كان قرفان ايام حكم دوله المماليك او ايام حكم دوله العثمانيين. ايه الدليل يا مستر؟ اقول له الدليل بمنتهى البساطه بسبب نظام الالتزام، بسبب حق الانتفاع، بسبب عدم اهتمام الدولة بمشاريع الري. كل دي حاجات خلت الفلاح بيعاني من الضيق، مش قادر ياخد راحته، مش قادر يزرع براحته، مش قادر يدفع الفلوس، فبالتالي بيترك الأرض الزراعية، فبيحصل تدهور للأرض الزراعية. مشاريع الري أو عدم اهتمام الدولة بمشاريع الري. بكده يا شباب يبقى احنا حلينا التدريبات الخاصة بالدرس الأولاني مصر بين المماليك والعثمانيين. إن شاء الله نشوفكم في فيديو تاني على كل خير.